الأوكرانيين، حيث أعطى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الضوء الأخضر لإدارة النادي الملكي من أجل التعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد مهاجم تشيلسي. وفقا لوسائل إعلام إسبانية فإن زيدان سيتباحث مع فلورنتينو بيريز خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع ملامح المرحلة المقبلة للعام الجديد، حيث يتصدر هازارد قمة جدول تعاقدات النادي الملكي خلال الفترة المقبلة نظرا لإمكانياته الرائعة وإعجاب زيدان به، وهو ما ألمح إليه من قبل. يتواصل نادي غريميو البرازيلي مع ريال مدريد من أجل التنازل عن لاعبه أرتور ميلو للنادي الملكي وابعاد برشلونة عنه. تحرك غريميو يأتي بعد استيائه من محاولات برشلونة التعاقد مع أرتور من وراء النادي ودون الرجوع إليه، ولذلك بدأ بالتواصل مع إدارة الملكي لمنحه خدمات اللاعب البالغ 21 عاما الذي أبدى ريال مدريد إعجابه به واعتبره ضمن أفضل المواهب الشابة القادمة بقوة. أرتور هو من ساهم بشكل كبير في نيل كأس ليبرتادوريس بالنسبة